ما ينفعش تبقى مبسوط وانت سايب أهم شخص بالنسبة ليك سايبه ولا تعرف عنه حاجة. أيوة أنت أهم واحد لنفسك، أهم حاجة في الدنيا ليك هي أنت. لازم تهتم بنفسك شوية، مش شوية صغيرين، لا اهتم بنفسك قوي. أنا عاوزك تركز مع نفسك وتسألها كام سؤال كده. اسألها قول لها أنت كويسة، شوف هتقول لنفسك إيه. لو مش هتبقى كويس لازم تغير شوية حاجات في حياتك عشان تبقى كويس. طيب انت تعبان ومستهلك ومعادش عندك طاقة؟ طيب انت ما عندكش طاقة ليه؟ اكيد في حاجة سحبة طاقتك كلها، سحبة كل تفكيرك ناحيتها، وانت للأسف مش عارف تعمل ايه. بص بقى، انا مش عايزك تقول انا مش عارف اعمل ايه، لا، انت عارف بس خايف. علاقتك عاملة ايه بقرايبك؟ بقيت وحيد ولا لسه؟ طيب انت محبط من ايه؟ ركز قوي في السؤال ده، عشان هو ده المفتاح اللي هيحللك كل حاجة. طيب انت عندك هدف؟ عندك حلم كبير عاوز تحققه؟ طيب يا صاحبي في حاجات مكتفاك مش مخليك عارف تعمل ايه؟ طيب ايه الحاجات اللي بتبسطك من جوه؟ شفت بقى شوية الأسئلة اللي أنا عمال أرغي فيهم من الصبح دول؟ سمعتهم صح؟ قول لي بقى عرفت تجاوب على كام سؤال فيهم؟ بيني وبينك كده أنا عايز أقولك على سر، بس اوعى تقول لحد. الأسئلة ديت مهمة جدا. ايه ده يا عم أحمد؟ ما احنا عارفين اللي هي مهمة. يا عم اصبر لسه السر مخلصش والله. بتسرع انت على طول يا صاحبي، تعالى بقى لما اكمل لك السر. لازم يا صاحبي نفضل نسأل نفسنا على طول الأسئلة ديت وحاول تجاوب عليهم. لازم تعرف تجاوب عليهم عشان الأسئلة ديت هي اللي هتغيرك مع الوقت. وأهم حاجة في الموضوع إنك ما تدوس على نفسك وتكون حنين شوية كده مع نفسك. بلاش بقى تقعد تلوم نفسك على أي حاجة وتقعد بقى تقول أنا السبب في الفشل اللي أنا فيه، أنا السبب في اللي حصل لي ده، أنا السبب عشان ما سافرش، أنا السبب عشان أقعد وما اشتغلش. بص يا صاحبي بلاش اللوم اللي ملوش لازمة. ولما تعمل حاجة كويسة حاول تكافئ نفسك، جيب لنفسك هدية، جيب لنفسك وردة، اطلع سفرية، روق على نفسك. ولو ما عملتش حاجة كويسة وعملت حاجة انت ما انتش راضي عنها، خد نفسك كده، خدها وانجشها واقعد في حتة لوحدكم واقعدوا اتكلموا مع بعض وشوف بقى انت عملت كده ليه، وشوف بقى انت اتعلمت ايه من اللي حصل، وحاول بقى تصلح الغلط لو عرفت. من الاخر يا صاحبي انا عاوزك تحول الطاقة السلبية اللي عندك لطاقة ايجابية. شفت الموضوع سهل خالص ازاي؟ والطاقة السلبية ديت مش هتتحول لطاقة ايجابية غير لما تعرف تغير نفسك انت مع الوقت. وعشان تغير نفسك مع الوقت، شفت بقى انا جايبها لك بالراحة ازاي؟ لازم تجاوب على الاسئلة اللي فوق ديت. شفت انا لبيتك اهو. ما تحاولش تأيد نفسك عشان وانت بتأيد نفسك بتأيد اللي حواليك.